بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحكاية بالبلدي. اليوم ترند عن الفنان الكبير محمد صبحي. محمد صبحي من مواليد القاهرة، تاريخ ميلاده 3/3/1948 وعنده 77 سنة. خرج من المعهد العالي للفنون المسرحية 4 سنين امتياز مع مرتبة الشرف، وبعد ذلك تعين معيد في المعهد. ثم رأى إن مجال التدريس يعيقه عن الإبداع الفني اللي هو شايف نفسه فيه، فاستقال من وظيفته وأسس فرقة استوديو الممثل هو وصديق عمره لنين الرمل. ثم غير اسمه بعد ذلك وسماه استوديو 80. بعد ذلك انطلق في المسرح وعمل مسرحيات كتير زي تخاريف والجوكر، وعمل برضه مسلسلات كتير مثل سنبل وونيس. وأيضا في السينما عمل الكرنك وأبناء الصمت. طبعا الفنان محمد صبحي فنان كبير وأعماله كثيرة، والحق يقول إنه من الممثلين المثقفين والملتزمين. في الأسبوع الماضي ظهر الفنان محمد صبحي على صفحته في الفيسبوك وقال: تعرضت لوعكة صحية. إنما ترند الأمس إن الفنان محمد صبحي وقع في المنزل ونقلوه إلى المستشفى ودخل في غيبوبة. الأطباء شخصوا حالته بالإغماء الوعائي المبهم، يعني غيبوبة ليست لها تفسير، فأدخلوه إلى العناية المركزة. فندعو له بالشفاء للفنان محمد صبحي، وشكرا على المتابعة.